بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اهلا بكم في قناتي فقست الخير. عارفين انا ليه سميتها فقست الخير؟ لانها فعلا كانت وش الخير عليا من ساعه ما عملتها، وانا مشتريتش اي نوع طيور من بره، كله من صناعه بيتي، من فقاستي. الفقاسه ديت المفروض تبقى في كل بيت، وان شاء الله انا معاكم لحد الكل اللي عايز يعملها هنعملها مع بعض. احنا النهارده هنفحص البيض معانا ان شاء الله. تعالوا نشوف، يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك، اللهم بارك. انا طفيت النور معاكم عشان خاطر نفحص البيض، لان البيض مش بيظهرش الا غير في الضلمه اهو. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. البيض كله مليان اهوت. شايفين معايا اهوت الجنين بيتحرك ما شاء الله. معلش انا مش عارفه اعمله بالكشاف بتاع الموبايل. ثواني هطلع بيض تاني. البيض ده هيبان اكتر لانه هو لسه ده بيض فراخ لسه تاني، يعني فاضل يوم ولا يومين بيض البط يطلع. ده لسه شايفين. انا عايزه اوريكم الجنين وهو بيتحرك. تعالوا نشوف بيضه تانية. شايفين ما شاء الله البيض كله مليان اهوت. واضح معايا؟ تمام ما شاء الله. ده بيض البط اللي كان معانا في الفيديو اللي فات اهوت. كان معاه بيض وز لو فاكرين، ماشي، بس بيض الوز طلع فاضي. ده خد الميه اهوت. المفروض دي بخاخة برش على البيض اخر 3 ايام عشان البيض ما يلزقش على القشرة بتاعت البيض، ما تلزقش عليه اهو. ده بيض فراخ، ده بيض فراخ انا لسه حاطاه، يعني بعمره زي 15 يوم كده اهوت. انا برش على التاني عشان الرطوبة ترفع، معانا، عشان خاطر ايه ميبقاش البيض القشرة لازقة عليه اهو. وده جهاز الرطوبة عشان انا فتحت، المفروض ان انا مفتحش على البيض لان ده غلط. ده جهاز الرطوبة هو، عشان انا فتحت المفروض ان درجة الرطوبة بتبقى 55 50 في الحدود دي، ما تنزلش عن كده. بس انا عشان فتحت الفقاسة الرطوبة نزلت اهي من 35، بس لو ملاحظين معايا هي بتزيد اهي 38 كل مدى بترفع معانا. المفروض ان الرشاش ده المفروض ان احنا بنحطه في الفقاسة ليه؟ عشان خاطر لما نيجي نرش على البيض تبقى نفس درجة حرارة الفقاسة، نفس المية تبقى نفس درجة حرارة الفقاسة، ما تبقاش المية سخنة قوي ساقعة من الحنفية، ده غلط. وحوض الرطوبة برضو لما نيجي نزوده بنحط له مية نفس درجة المية اللي في الفقاسة، وده غلط. لو المية ساقعة المفروض تبقى ايه مية نازلة من نفس درجة حرارة المية. وانا المفروض مفتحش على البيض، بس يلا ربنا يسترها ان شاء الله. واللي عنده اي سؤال يتفضل، انا تحت امره. ما تنسوش تصلوا على النبي وتعملوا اشتراك في القناة، وان شاء الله هوريكم البيض وهو بيطلع. تابعوني وما تنسوش تعمل لي لايك اشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.